صباح الفل عليكم. كلنا طبعا بنكسل نعمل كشري علشان طبعا بيستغرق بقى حلة للعدس وحلة للمكرونة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. احنا بقى ان شاء الله النهاردة هنعمله بطريقة حلوة قوي. هنعمله ازاي؟ هنغسلنا الرز، غسلت العدس بس نقعته شوية، يعني حوالي كده نقول ساعة الا ربع. ليه؟ علشان انتوا عارفين العدس بياخد سوا عن الرز. الرز طبعا بيستوي بسرعة، فانا مش عايزة العدس بتاعي يطلع ني. وفي نفس الوقت كمان حطيت عليه المكرونة. ايه ده؟ احنا هنحط الرز على العدس على المكرونة يا نجلة؟ ايوه. بس تعالوا بس خليكم معايا للاخر وابقوا انتوا احكموا على الكشري بتاعنا. عندك بقى مكرونة صغيرة، عندك سباكيتي، عندك اي نوع انت بتحبيه وبتفضليه حطيه على بعضه. ايوه حطيه على بعضه وما تقلقيش خالص. زي ما انت شفتي كده انا حطيت كله على بعض. وهطلع لك بقى كشري صدقيني في حلة واحدة هيطلع معاكي تحفة. مش هتعملي بعد كده غير الكشري دوت اللي هو كله مع بعض، العدس مع الرز مع المكرونات مع جميع انواع المكرونات. بس تعالي يلا نقول يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. ويلا نصلي على الحبيب، قلبك يطيب حسناتك تزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى يا بنات جبنا الحلة بتاعتنا وحطينا بقى فيها بصلتين تلاتة على قد ما انت تحبي، وعليهم بقى مع يعني نقول كده 3 4 5 معالق من الزيت زي ما انت شايفة كده. وبعدين بقى هعمل ايه؟ هحمر البصلة بتاعتي. هفضل بقى معاها يمين وشمال لحد ما تتحمر خالص. هنا بقى علشان اسرع في التحمير بتاعها واطلعها مقرمشة، انا ما بحطش ملح في البداية لكن بحط ملح في النص. في وسط كده التحمير بروح حاطه شوية ملح. بصي بقى تسرع لك البصلة، خلي بالك لانها بسرعة هتتحمر وهتديك اللون اللي انت حباه. وبعدين بقى هعمل ايه؟ هجيب بقى طبق زي ما انتوا شفتوا كده وانزل فيه البصل بتاعي اللي انا حمرته. بس طبعا هسيب شوية كده في الزيت اللي انا عاملاه. ليه؟ علشان طبعا ده اللي انا هعمل فيه الحلة دي اللي انا هعمل فيها الكشري زي ما انت شفتي كده. هشيل بقى البصل وسبت شوية كده في الزيت. وبعدين بقى حطيت بقى معلقة صغيرة من الثوم. هيدي طبعا الكشري طعمه حلو قوي. وبعدين بقى تنزلي عليها المية. والله مية سخنة، مية من الحنفية مفيش مشكلة. في جميع الأحوال هنسيب المية لما تغلي، تمام، لأن أنا كانت مية من الحنفية. واغطي بقى عليها لحد ما تغلي. وهنا بقى بحط بحط طبعا شوية من الكمون، حوالي معلقة كبيرة من الكمون. طبعا كشري يعني يعني كمون. هنا بقى جبنا غسلت الرز بتاعي. الكمية اللي انت هتعملي بيها على حسب كميتك، هتعملي ربع عدس، هتعملي نص عدس، على حسب ما انت هتعملي الكمية بتاعتك هتوزني الرز بتاعك بالوزنة العين يعني. وبعدين بقى هنا مكرونة صغيرة. وزي ما قلت لك في بداية الفيديو انا نقعت العدس شوية. على فكرة العدس ده كان عدس افرنجي ما كانش البلدي بتاعنا. وبالرغم من كده برضو نقعته شوية. اول ما جيت من الشغل نقعته شوية عقبال طبعا ما اخلص المطبخ واشطب المطبخ والكلام دوت. يعني خد حوالي ممكن نقول ساعة الا تلت او ساعة الا ربع من النقع. وبعد كده الرز غسلته عادي طبعا ما نقعتوش. وبعد كده جبت الصينية وحطيت فيها كل اللي انا عايزاه، مكرونة سباكيتي على مكرونة صغيرة على العدس على الرز، كله على بعضه زي ما انتي شايفة كده. هتقولي بقى هيطلع معجن، هيطلع الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. هيطلع معاكي تحفة. هيطلع معاكي احلى عدسة تاكليه في حياتك. وكله في حلة واحدة والمطبخ يفضل نضيف. ولا حلل بقى للحاجات دي ولا اي الكلام ده خالص. كله مع بعضه ني في ني كده. وجربي وانتي هتدعيلي. وبعد كده مش هتعملي غيره، مش هتعملي الا العدس اللي هو في حلة واحدة. هنا بقى بصوا المية غليت خالص زي ما انتوا شايفين كده. ابدأ بقى انا اعمل اروح منزلة عليها الحاجة بتاعتي. حطي بقى كله على بعضه وادعيلي. ادعيلي بجد، عايزة اقولك هيطلع معاكي مفلفل، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. تمام.
ولا بقى معجّن ولا الكلام ده خالص، هيطلع حلو جدًا، جدًا. بس المهم بقى تضبطي الإيه، المَيّة بتاعته، نزّلي بقى كُلّه زي ما أنتِ شايفة كده، تمام، تمام. وبعدين بقى هنبدأ إيه، نقلّبه بقى تقليبة جوّه المَيّة بتاعته طبعًا. وهنا بقى إيه، هنضبط المَيّة بتاعتنا زي ما أنتِ شُفتِ كده. طبعًا أنا بقى إيه، أبدأ أقلّبه كده عشان أشوف كمية المَيّة هيعوز مَيّة تاني والّا مش هيعوز مَيّة تاني، تمام. طيب لو أنا بقى أحُط له مَيّة يبقى أنا هاحُط له مَيّة طبعًا سخنة، مش هاحُط له طبعًا بقى خلاص مَيّة من الحنفية. هنا بقى خلاص المَيّة بتاعته مضبوطة، أو بعد كده حطيت عليه عايزة أقول لِك حوالي 3 معالق مَيّة، يعني عشان أورّيكِ إن هو ما كانش محتاج مَيّة، بس أنا حطيت عليه 3 معالق مَيّة بس. هنا بقى تعالي نعمل إيه، هنعمل طبعًا الصلصة بتاعة الإيه، المحشي. قصدي سوري بتاعة الكشري، عقل في المحشي. هنا بقى هنعمل إيه، معلقتين 3 من الزيت على معلقتين كبار كده من التوم زي ما أنتِ شايفة، وأبدأ بقى أحمّر التومة بتاعتي. تمام، تمام. طبعًا مش هاحمّرها أوي لإن أنا عايزة أحس بطعم الإيه، بطعم التومة في الإيه، في الصلصة. أنتم عارفين لمّا التومة بتتحمّر أوي طبعًا ما بتفقد النكهة بتاعتها شوية. هنا بقى حطيت معلقة من الفلفل اللي إحنا طبعًا فارمينه مع بعض، اللي هي الهريسة يعني، عشان طبعًا أنا برضه عايزة الصلصة بتاعتي تطلع مشطشطة شوية، يعني أنا عايزاها إيه، سِنّة كده تكون مشطشطة شوية، تمام، تمام. وباخدها بقى على الإيه، على النار كده، بس خلّي بالِك أنا مهدية النار خالص، عشان ما فيش حاجة مني إيه، تتلسوع يعني. وهنا بقى تقليبة بسيطة خالص كده زي ما أنتِ شايفة. وبعدين هاعمل إيه بقى، هاجيب الخل، هاحط معلقتين من الخل زي ما أنتِ شايفة كده، وأهدّي النار. ليه أهدّي النار؟ لو ما هدّيتيش النار وجيتِ تحطّي الخل على الزيت السخن دوّة، هتلاقيه بقى طلّع هبو النار لا قدّر الله. فالأفضل تهدّي النار خالص وأنتِ بتعملي العملية ديّة، وتحطّي معلقتين الخل، وبعديهم على طول تحطّي طبعًا الإيه، الطماطم اللي أنتِ ضارباها في الخلاط. وتحطّي معلقة كمان لو عندِك، ما عندكيش ما فيش مشكلة. لو عندِك معلقة من معجون الصلصة الجاهز حطي، ما عندكيش مش هتفرق معاكِ في أي حاجة. هنا بقى حطيت زي ما شُفتِ معلقتين المعجون الصلصة، وطبعًا بعد كده هانزّل عليها الإيه، الطماطم اللي أنا ضارباها ومصفياها. خلّي بالِك ما باستخدمش أنا طماطم إلا أمّا أكون مصفياها، دي كمان كانت عندي في الفريزر، فالحمد لله طبعًا وفّرت عليَّ مجهود ووقت وإيه، وزي ما شُفتِ كده هانزّل بقى عليها واسيبها بقى إيه طبعًا تتصلصل بقى مع نفسها، تمام، تمام. وهتطلع معاكِ صلصة في منتهى الجمال، حلوة أوي زي بتاعة المحلات. هنا بقى باحط إيه، باحط معلقة طبعًا من الكمون والفلفل الأسود، زي ما اتفقنا كشري يعني برضه داخل معانا الكمون في كل حاجة، كل حاجة داخل فيها الإيه، الكمون زي ما أنتم طبعًا أكيد عارفين. وهنا معلقة من البابريكا لو عندِك برضه، ما عندكيش خلاص برضه ما فيش مشكلة. وهدّي بقى النار خالص، وسيبي النار هادية خالص عليها. هنا بقى تعالوا نشوف الكشري بتاعنا يا ترى بقى عمل إيه. طبعًا أنا سِبته يغلي غلوتين، وبعد كده هدّيت النار، عارفة، خلّيت النار شمعة، عارفة الشمعة؟ خلّيها شمعة كده، وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شُفتوا بقى، بُصّوا وأنا باقلّب زي ما أنتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكشري ولا معجن ولا ملزق ولا الكلام ده خالص، والمكرونة معاها تحفة. عايزة اقول لك فعلا اختراع فظيع اللي عمل الكشري كله في حلة واحدة، ده بجد ربنا يبارك له. حلوة قوي الطريقة دي، جربيها وبجد بجد والله العظيم. هنا بقى كنت خلاص هبدأ اطفي عليه زي ما انت شفتي كده، يعني مش هاقول لِك بقى طلع شكله إيه، أنتِ اللي هتقولي. طبعًا خلاص بقى تعالوا نعمل الإيه، المشطشطة اللي بتبقى عند الراجل بتاع المحلات، برضه معجون من الطماطم، على معلقة كده من الخل، تمام، على طبعًا ليمونة تتعصر، دي بقى اللي بتاكلوها عند الإيه، مطاعم الكشري. وهنا بقى باعصر زي ما أنتم شفتوا كده ليمونة كاملة عشان تدّي بقى المزازة مع الخل، مع الهريسة، تمام. ما عندكيش هريسة هاتي قرن فلفل ودقيه في الهون مع شوية صغيرين كده من الملح عشان يتدقي معاكِ بسرعة. وهنا بقى مَيّة عادية خالص من الحنفية، تزوّديه مَيّة وخلاص كده، خلاص كده، وشوية طبعًا من الملح ده أساسي، تمام، تمام. وتقلّبي بقى والشطّتة دي بتاعتِك دي في منتهى الجمال، وهفوة كده
من إيه، من الفلفل الأسود، هفوة، مش عايزة تحطيها ما تحطهاش، هنا بقى هفوة من الكلام ده كله. وشوفي بقى الدقة بتاعة الكشري اللي إحنا بناكلها عند الإيه، عند بتاع الكشري المطاعم. هنا بقى قربت لِك أهو الكاميرا عشان تشوفي الكشري، بسم الله ما شاء الله، شايفاه؟ ولا بقى لا قدر الله معجن ولا ماسك في بعضه ولا أي حاجة. بصوا بسم الله ما شاء الله باقلبه، بصوا الجمال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حلو أوي يا بنات، جرّبوه والله العظيم، بجد، بجد مش هتسلقوه. بُصّوا، بُصّوا الرُزاية والعدساية، بُصّي ولا لازقة في بعض بقى ولا الكلام ده خالص، خالص. بجد، بجد اختراع حلو أوي وجميل، والمطبخ يفضل عندِك نضيف، ولا حِلَل بقى ولا الكلام ده خالص. خلاص كده أنا طفيت عليه، تمام، وهاطفي عليه طبعًا يعني. وباقول لِك يعني اختراع حلو أوي من الآخر بقى يعني، بس عايزاكِ تجرّبيه عشان بجد هتدعي لي والله العظيم. هنا برضه بُصّي ما شاء الله بأكد لِك المعلومة إن هو حتى وهو على النار قبل ما أطفي عليه بيطلّع ما شاء الله البخار زي ما أنتم شايفين أهو. وبُصّي باجيب لِك من تحت خالص، ما فيش بقى ولا معجِّن ولا الكلام ده خالص. بجد يعني كشري جميل أوي. وطبعًا يعني ممكن تكون الكاميرا هنا مش قد كده، مش يعني زي ما بيقولوا كده يعني فاتحة شوية، مش مبينة إن الكشري غامق شوية، بس أنا عايزة أقول لِك طالع شكل بتاع المحلات بالضبط، حاجة كده زي ما بيقولوها فاخر من الآخر. ولا وقفتِ ولا عملتِ مجهود ولا تعبتِ ولا عملتِ حِلَل، ووقفتِ بقى على الحوض تغسلي في المواعين والكلام دوّة. والله العظيم حاجة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. وهنا بقى خلاص الحمد لله بفضل الله خلّصنا، اللهم لك الحمد. عملنا كده جنبيه أكلة حلوة كده هانزّلها لِك برضه تشوفيها. وجِبت العيش بقى اللي هو الشامي وحمّصته، وعملت لهم جنبيها برضه أكلة حلوة أوي، هاورّيكِ في الفيديو الجاي أنا عملتها إزاي. وقُلت برضه عشان إيه، يعني نغيّر كده شوية من شكل الكشري. وجِبنا بقى طبعًا البصلة اللي إحنا كنا عملناها وحطيناها بقى فوق الوش، وادي الصلصة وراكِ أهي وراها. وعايزة أقول لِك حاجة كده في منتهى الجمال، والأكلة اللي جنبيها دي تحفة، هانزّلها لِك تشوفيها. ويا رب الفيديو يكون عجبِك، ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. نورتيني في قناتي، أهلًا وسهلًا بيكِ. وختامًا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وباحبكم في الله.